حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده يا جماعه وابدأوا معايا الفيديو. انا النهارده كده صحيت من النوم لقيت ماما داخله عليا بالقمر ده. قلت لها انت كده حبيبتي اكله نعمل مع بعض اكله سمين. كان عندي امبارح فيها لحمه وكان باقي بقى ايه السمين بتاع اللحمه كده، وكان الجزار مديني كيس السمين كده بجيبه من عنده زي تقطيع كده وحاجات اللي هي بتاعت السمين. وقلنا بقى نعمل مع بعض الاكله الجامده دي، ودي حته لحمه مفرومه اعملها كفته كده اللي هي مدوره دي. وايه نعمل اكله كده انا من عشاها الصراحه بحبها قوي. وكمان النهارده صايمين انا وماما، قلت لها طب خليكي النهارده تفطري معايا عشان مبفطرش لوحدي. هنبدا بقى نغسل الحاجه دلوقتي. نحط ملح وخل ودقيق ده كده عامله ده لغسيل الحاجه كده. سيبها بقى في الميه والخل والدقيق شويه كده. كده حطينا الحاجه في شويه تتنقع، وبعدين حطينا حله على النار ناشفه، وهنبدا بقى ننزل بالحاجه بتاعتنا. دي بقى الفشه. هنسيبها نشوحها بقى. اتكلم عادي. نار. ودي حلة السمين اهي برضو. طبعا انا عامله بقى كور. دي حلة السمين اهي برضو قربت تستوي اهي. هعمل انا الكفته بقى. انا جبت بصلايه على طول كده، حته صغيره، حته لحمه صغيره، حطيت عليها شويه ملح، وحط قرن فلفل وكم عود بقدونس، وحته اللحمه بتاعتنا، وهنضربهم بقى في الكبه. وحطينا ملح، وهنحط فلفل اسود وبهارات وشويه بابريكا. حطينا بقى حبه فلفل اسود وحبه بهارات وملح، بقسماط، معلقه بقسماط، وهنحط حبه بيكنج باودر برضو حبه صغيره كده. وحطينا الخضار بتاعنا برضو اللي هو البصلايه والبقدونس والقطايه، وحطيت قرن فلفل. دي طريقه في الكفته المكوره بتبقى تطلع جميله قوي. هنضربهم بقى في الكبه واجيلكم. بص كده يا جماعه بقت جميله ازاي. طول ما الخيوط دي بقى، بصوا الانسجه دي طول ما هي كده تعرفوا ليه نجحت معاكم. هنكورها بقى واجيلكم. هنا الفشه خلاص كانت قربت تستوي، والحاجات اللي احنا جايبينها بتاعت السمين دي قربت برضه تستوي. خلاص كده بقى عملنا الكفته كورناها عشان نحمرها مع السمين. نحطها في التلاجة دلوقتي على ما بقيت الحاجه ايه تستوي براحتها. قشرنا كده بطاطسايه كده نحمرها جنب الحاجه، نعمل بقى شويه سلطه وطحينه كده، وتبقى اكله جميله ان شاء الله. بقى ماما تبدا تعمل الكفته ونكمل بقى بقيه السمين. قطعت السمين كده اللي هي الحاجات بتاعت الجزار ديت، قطعتها. هنا ماما كانت قطعت بقى السمين وبتقطع الفش اهيت. وعملنا السلطه وعملنا الطحينه وعملنا بطاطس محمره. هوريكم بقى الفاينل لوك في الاخر. هنعمل الناحيه التانيه. حطينا بقى صينيه في حبه زيت بقى، وهننزل بالسمين بتاعنا. احنا عملنا حبه على قدنا كده انا وماما، والباقي ايه سايبينه يعني حد ناخد حد ياكل بكده، نحط في الفريزر كده يعني. بخليها بنتي لما تسوق كده تحطيه في الفريزر، والله اعملي تحمري على طول. عملنا كميه على قد ماما ورخيص. ماما عامله الاكل برضك في البيت عندها، بس لو حد مش حد ياكل برضك بيجي ياكل منه. قطعي بصلايه، حطينا حبه فلفل اسود اهو، وهتحط توم، حط الكفته وبعدين هنحط فص توم بقى حبر معاك. الريحه تحفه. حبه خل بقى مع حط فص التوم، بس انا نسيت اصوره. ودلوقتي حاطه في الخل اهو عشان الريحه بقى ايه تحت اكتر. وهحط حبه ملح دلوقتي. الله عليكي. هنا بقى حاطه شويه خضار كده، على بقدونس وبصل وقوطه، على شويه السمين برضو. وخلاص كده ايه خلصت معايا. هنفضيها في طبق ونضيف تاني. وده الشكل بقى النهائي للسمين بتاعنا. اهي السلطه والطحينه شويه بطاطس محمره كده. عيش بقى واديله ادي بقى على رأي ام خالد.
اكله بقى من الاخر. الريحه تحفه، ريحه فظيعه بجد. تحفه. او الطبق ده تجيبي ياسمين من بره والله ولا 300 جنيه. يقول لك ما بيبقاش كده اصلا، هناكل ما بقاش ناكل من بره 500 جنيه. اتفضلوا يا جماعه معانا، وشكرا على المتابعه بتاعتكم.